هو ازاي اصلا كان في حاجة اسمها عبودية؟ وهنا انا ما بتكلمش عليها من الجانب الاخلاقي ان ازاي بني ادم كان يملك بني ادم ويستعبده وكده، لان دي حاجة مفهومة في النفس البشرية. انت لو كنت موجود زمان اتولدت لقيت الحاجة دي وتربيت عليها هتبقى عاملها وهتبقى مبسوط جدا انك بتعملها. لكن انا بتكلم عليها من جانب العبد نفسه. ليه ما كانش بيهرب؟ او ليه ما كانش بيهاجم سيده او يعمل له مشاكل؟ خصوصا ان انت مش مقصور، يعني انت مش مربوط بحبل ومربطينك في خشبة ومثبتينك او مسجون في مكان مقفول عليك. لا، ده انت بتتحرك وبتروح وبتيجي وبتخدم سيدك وبتقدم له الاكل وبتحرس الارض بتاعته وبتساعده في اعماله ومهامه. فليه ما كنتش تهرب؟ ومن الجانب الديني بقى كان في اسئلة كتير جدا بتجنني. ليه الاسلام ما كانش بيحرم العبيد زي ما حرم الخمر وحرم الزنا وحرم السرقة وحرم حاجات كتير، حتى لو كان التحريم دوت بالتدريج؟ هو مش بس ما حرمهاش زمان، ده هو لحد دلوقتي مش حرام. يعني انت لو ما عندكش المعلومة دي، احنا لحد دلوقتي لو في حرب وخدنا عبيد ممكن نستعبدهم عادي جدا، وتبقى عندك أمة واتنين وعشرة وكل الكلام اللي كنا بنسمعه عن زمان. دي حاجة ومش هتبقى بتعمل عمل حرام، دي حاجة هتبقى حلال. فليه حاجة زي كده ما اتحرمتش في الإسلام؟ أسئلة كتير من النوع ده كان بتجيلي من وأنا صغير، وما كنتش بلاقي ليها إجابة. حتى ما كنت بخاف أتكلم فيها لأن ساعات بتعمل مشاكل. بس مع الوقت قدرت الاقي اجابه وقدرت افهم، وده اللي انا جاي اشرحه لكم النهارده. فاتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو للاخر. هتسمعوا كلام هيفيدكم، هتسمعوا معلومات جديده، وان شاء الله كلامي يعني ينول اعجابكم. ولو غلطت في حاجه او كان عندك مشكله في كلامي في حاجه، هستناك في التعليقات تقولي تعليقك على الموضوع، وان شاء الله الفيديو ده هيفيدكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناه شرحولوجي، القناه اللي هنفهم فيها الافكار بشكل مختلف. في الأول عشان نفهم خلينا نعرف العبودية بدأت ليه أصلا. كانت بدأت بسبب الحرب اللي كانت بتحصل زمان، يحصل حروب فناس تهاجم ناس وتاخد منهم بقى ستاتهم وأولادهم الصغيرين، ويبقوا موجودين عندهم ومش عارفين يعملوا بهم ايه، فيستعبدوهم ويحطوهم في أعمال السخرة. تاني حاجة الفقر، إن الناس كان في ناس أغنياء وفقيرة، سنة الكون من أول ما بدأ الكون. فكان الأغنياء دول مثلا يبقوا الفقراء عليهم ديون، او الفقراء مطلوب ان هم يدفعوا فلوس للاغنياء وما كانوش يقدروا يدفعوها، فيقوم استعبادهم. تالت حاجة فكرة ان القوي يأسر الضعيف. انت ضعيف وانا قوي، ليه ما استعبدكش؟ ليه ما خلاكش تعمل لي شغلي؟ بمنتهى البساطة كانت ماشية كده زمان. طب ناخد الخط الزمني بتاع العبودية كده، نفهم اصلا الموضوع مش ازاي. هي امتى بدأت اصلا؟ هنلاقي ان هي بدأت من اكتر من 5000 سنة. كانت في الحضارات القديمة زي سومر اللي هي العراق زمان، ومصر وبابل، من حوالي 3000 قبل الميلاد، سنة 3000 قبل الميلاد. فبقى لها أكتر من 5000 سنة. واضح إن هي متأصلة من بداية الحضارة عامة، من أول ما بدأت حاجة اسمها حضارة بدأ يظهر العبودية. إن واحد بيسخر واحد إن هو يعمل له شغله. وطبعا عندك في القرن الستاشر مع ازدهار بقى أمريكا وبداية ظهور أمريكا وبداية تصدير العبيد من أفريقيا لأمريكا، وقتها بدأت العنصرية وبدأت فكرة العبيد السود. لأن قبل كده ما كانش في حاجة اسمها العبيد السود أو عنصرية اللون. هو عادي أنا مثلا في مصر، فأنا العبد اللي عندي ده مصري زيي، ممكن يكون أبيض عادي. أنا مثلا في العراق فالعبد اللي عندي ده عراقي زيي، أو مثلا من الدول اللي حواليا وأنا مستعبده عندي. لكن أمريكا بدأت فيها عنصرية السود وبدأ فيها استعباد السود، لكن هي ما كانتش عنصرية من الأول. طيب فضلنا ماشيين كده، طب امتى اتمنعت؟ امتى وقفت الفكرة العبودية الشنيعة دي؟ هنلاقي ان هي وقفت في اول حاجة كانت في بريطانيا سنة 1833 سوري 1833 بعد الثورة الصناعية. ايه ده؟ يعني هي لغاية القرن 19 كان في حاجة اسمها عبودية؟ اه، هي ممنوعة، ما بقالهاش 200 سنة. يعني هي حاجة يعتبر مش بعيد عننا يعني عن الوقت الحالي. طيب ليه بقى ما كانش العبيد بيهربوا؟ النقطة اللي كنا بنتكلم عليها، ليه العبد ما يهربش بمنتهى البساطة من زمان من الأول؟ ليه بمنتهى البساطة ما هربش؟ خلينا كده أنا ملخص الموضوع في 4-5 نقط أساسية ممكن نفهم بيهم ليه ما كانش بيحصل الهروب ده. النقطة إن إحنا بنفكر في الموضوع بعقليتنا دلوقتي، عقلية الناس زمان ما كانتش كده. أول حاجة العبد ده بالنسبة له الشر المعروف أهون من المجهول. يعني أنا قاعد دلوقتي، أنا عبد، بس مثلا باكل وبشرب وعندي مكان اسكن فيه، الله اعلم لو هربت ايه اللي هيحصل، انا معرفش.
انا مثلا وبالذات لو انا اتولدت على كده، انا اتولدت لقيت الوضع ده، فانا معرفش لو هربت ايه اللي هيحصل، معرفش اصلا هعرف الاقي مكان للمعيشة واعرف اكل واشرب ولا لا، معرفش ممكن حد تاني ياخدني يأسرني عندي ويستعبدني ويكون أسوأ من السيد بتاعي دلوقتي. تاني نقطة العزلة، نفس الفكرة ان انا معرفش الحاجة اللي بره الدنيا عاملة ازاي. انت لو موجود في مكان ولقيت الناس كلها ماشية بالنظام ده، انت ما تعرفش ان في حاجة اسمها حرية. انا اتولدت مثلا لقيت ان عيلتي كلها عيلة عبيد، فانا ما فهمش ان في حاجة اسمها عيلة عبيد، ممكن ما تبقاش عيلة عبيد، لا هو احنا كده، هي الناس اتولدت كده، ناس عبيد وناس مش عبيد، او على الاقل دي الفكرة اللي كانت بتتأصل فيهم. تالت حاجة ان العبد ده اصلا متربي على كسرة النفس والتعذيب، والكسرة النفس اوحش كتير من الكسرة الجسدية. انت واحد من اول ما وعيت على الدنيا بيقولك انت عبدي، انت ملكي، ويضربك ويهينك ويقلل من كرامتك، فانت خلاص انت مكسور اصلا، انت ما فيش عندك كرامة ولا قوة انك تقوم تتحرر من اللي انت فيه. رابع حاجة، في نظرية غريبة جدا، حاجة اسمها ستوكهولم سيندروم. ستوكهولم سيندروم دي بتتكلم عن ايه؟ ان العبد ده او الضحية دي تحس بالتعاطف نحو اللي عمل لها الهزيمة دي او اللي بيهينها ده. ودي موجودة في حاجات كتير مش بس في العبودية بس، يعني خلينا نختصر الكلام ونركز على الموضوع اللي احنا فيه. ان انت كعبد ممكن في مرة مثلا اللي هو السيد بتاعك انت غلطت وهو ما ضربكش، فتقول يا ده رحيم جدا، ده كتر خيره ما ضربنيش. او في مرة جاب لك اكل كويس شوية، او مثلا هو كان بيجيب لك المية دايما وحشة، في مرة جابها لك مية نضيفة، تقول اه ده انا سيدي دوت قد ايه رحيم وقد ايه متعاطف معاه. ممكن بقى الفكرة دي تطبق في مليون حاجة في حياتنا الحالية، في الست مع زوجها، في الموظف مع مديره، مليون حاجة، بس مش موضوعنا دلوقتي. آخر حاجة، غياب البديل. انت ما عندكش بديل اللي انت فيه، انت لو مشيت من عنده انت خلاص، انت المجتمع عارف ان انت عبد، وده النظام، ده السيستم اللي ماشي عليه المجتمع، فانت لو مشيت من عنده انت ما فيش اصلا حاجة اسمها ان انت مش تبقى عبد، انت هتروح حد تاني يستعبدك، لان انت خلاص معروف انك عبد، انت ما تعرفش ممكن تعمل ايه. طيب، في حاجة برضو عايز اتكلم عليها، ان بعد سنين من القهر ومن الظلم الموضوع ده بيبقى طبيعي بالنسبة لك. دي لازم تفكر فيها، ان انت بقالك سنين على الوضع ده، فانت مش هتخرج منه، انت بقى عندك حاجة اسمها عقلية العبد. شفت كنت تسمع عن عقلية الغني وعقلية الفقير، في حاجة تانية بقى اسمها عقلية العبد. انت العبد ده بيبقى عنده خوف من الحرية، انا دماغي بقت ثابتة ومتسيستمة ان انا عبد، انا ما ينفعش اتحرر، انا ما ينفعش اخرج من اللي انا فيه. يا اخي الله اعلم لو خرجت من اللي انا فيه ده ايه اللي هيحصل، الله اعلم ممكن يجرى ايه. فانت بتفضل في عقلية العبد دي وبتفضل عايش بيها، فما بتحسش اصلا ان في مشكلة، بتبقى خلاص دي حياتك وبتتأقلم عليها وبتكبر عليها وبتربي ولادك عليها والدنيا ماشية زي الحياة دلوقتي. انت موظف او غيره، ولا بلاش نتكلم في المواضيع ده عشان ممكن تثير الجدل اكتر. تاني نقطة اللي انا كنت خايف اتكلم عنها عشان المشاكل اللي ممكن تعملها، لكن هتكلم عنها لان الافكار دي لازم تتقال ولازم الناس تسمعها، لان انا مش جاي بهاجم الاسلام، بالعكس انا جاي بقول التساؤلات اللي كانت عندي وما كنتش بلاقي لها رد، بل ان ناس لحد دلوقتي لسه بتهاجم الاسلام بيها وبتنتقد الاسلام بيها. فانا هقول التساؤلات اللي كانت عندي وهرد عليها، عسى ان الردود دي تفيد حد تاني يعني. في الاول الاسلام جه في وقت العرب، كان في عبيد بغزارة، وكان الواحد بيبقى عنده العبد بيهاجمه وبيضربه وبيشتمه وبيعمل فيه ما بداله، وما كانش فيه اي انكار حتى لده، يعني ما كانش الموضوع ده مثلا حد يشوفه ينتقده او يكرهه، لا الموضوع عادي والموضوع محبب يعني. وجه الاسلام ما حرمش العبودية، في عصر النبي كان في عبيد عليه الصلاة والسلام، وبعده الصحابة كان عندهم عبيد وما كانش فيه تحريم للموضوع ده. طب ازاي انا كنت دايما بسمع عن عتق الرقاب وتحرير العبيد والاسلام وتحرير العبيد؟ هو الاسلام كان بيحث على ده، الاسلام كان بيحث انك تعتق الرقاب، وكان بيقول ان ده ليه ثواب عظيم، وبيقول ان ده الافضل، بل انك لو عملت ذنب بيبقى تكفير الذنب دوت عتق رقبة، فكان بيبقى فيه عتق رقاب كتير وتحرير العبيد كتير، لكن ما كانش حرام، بل انه لحد دلوقتي مش حرام، يعني لحد دلوقتي لو الموضوع ده حصل وفي ظروف معينة هنتكلم عنها هيبقى الاستعباد فيه حلال. طيب، ازاي الاسلام الدين الجميل، دين الخلق، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال انما اوتيت لأتمم مكارم الاخلاق،
ازاي يخلي فيه عبيد، وازاي اصلا تحرير العبيد ده جه من الغرب. لان احنا زي ما قلنا الموضوع كان 1833 في بريطانيا كان بداية تحرير العبيد اصلا، وبريطانيا بعدها امريكا، والعرب دول كانوا في الاخر. يعني الدول العربية كانت من اواخر الدول اللي حرمت العبودية، او مش حرمت بقى، اللي منعت العبودية. طيب في الاول خلينا نفهم الموضوع ازاي اتمنع اصلا. الموضوع ما اتمنعش عشان موضوع اخلاقي، الموضوع ما اتمنعش كدول اوروبيه، يعني عشان هم عندهم اخلاق وعندهم قيم عليا والكلام ده كله، لا. النقطه كلها ان جت الثوره الصناعيه وبقى في مكان، فانا مش محتاج العبد. بالعكس العبد ده هيبقى مكلف بالنسبه لي. هجيب واحد واكله واشربه واقعده، وبدا يظهر بقى كلام حقوق انسان والعبيد، وهيظهر لهم حقوق عبيد والكلام ده. لا يا باشا، انا عندي كده كده المكن اللي موجود ده. النقطة توفر البديل، بقى عندي البديل، واجيب يا باشا الناس دول اسميهم موظفين واديهم في مرتب بسيط جدا، هيوفر عليا اصلا من اني اقعدهم معايا، ده هيكون توفير ليا، ويبقى اسمي يعني منعت العبودية وعملت حاجة اخلاقية جميلة. ده اللي حصل، ده حرفيا اللي حصل. ولو ما كانش موجود بديل، ولو ما حصلتش الثورة الصناعية، ما كانش موضوع العبيد ده هيتلغي، انسى. طيب نرجع تاني النقطة بتاعتنا للحتة الإسلامية. أولا الدين الإسلامي حط قواعد في حتة العبودية دي، قواعد قوية جدا، زي إن مثلا العبد ما ياكلش أكل أقل منك. يعني أنت لو بتاكل فراخ، العبد بتاعك ده ياكل فراخ. بتاكل سلطة، العبد بتاعك ياكل سلطة. بتجيب أكل من أسبانيا كل يوم، العبد بتاعك ياكل نفس الأكل بتاعك. وقوانين كتيرة جدا بقى، قوانين كتيرة جدا بتخلي إن العبد دوت عايش عيشة كريمة، وعايش عيشة كويسة على حسب السيد بتاعه. طيب ده برضو مش مبرر، يعني ده مش مبرر ليه برضو حاجة زي دي تحصل. نرجع بقى نتكلم دلوقتي، هل لو حد دلوقتي، يعني انا ممكن اخد واحد دلوقتي، انا قاعد مثلا، انزل لجار اللي تحتيه اقوم ماسكه مربطه واقول له انت هتبقى العبد بتاعي، ويبقى كده مش حرام؟ لا طبعا، دي جريمة، جريمة في الاسلام، وجريمة في اي قانون في اي بلد. لكن الموضوع ليه قواعد وشروط. ايه القواعد دي؟ يعني الموضوع ده وقت الحرب بس، ومش اي حرب، ده وقت الحرب اللي هو واحد جاي يعتدي عليا. وقانون تاني مهم جدا، لو انا والشخص والدولة التانية دي او المعادي ليا دي، لو في لأي سبب ما انه كان في زي اتفاقية ان هو ولا هو ياخد مني عبيد ولا انا هاخد منه عبيد، يبقى ده ما يحصلش، يبقى ده وقتها اتمنع. لان هو الموضوع ده اصلا في الاساس علشان يبقى عندي حاجة ابادل بيها. يعني انا ما ينفعش مثلا واحد بيهاجمني، لو هو كسب هياخد مراتي وولادي ويأسرهم عنده ويستعبدهم، وانا لو جيت احاربه ما اخدش مراته وولادي استعبدهم. ده كده ضعف، والاسلام مش دين ضعف. لا، ده انا هاخد ولاده ومراته دول واسرهم عندي، لكن هعاملهم معامله حسنه، وهعاملهم معامله كريمه. لكن لما عاوز اخد اهلي منه اعرف ابادلهم، هو ياخد اللي عندي وانا اخد اللي عنده. زي حته تبادل الاسرى اللي حصلت في فلسطين مع اللي ما يتسموش، ان هم كانوا واخدين اسرى منهم وهم كانوا واخدين اسرى منهم، فحصل تبادل اسرى. الاسلام مش دين ضعف، مش هو يقصر مني الناس ويستعبد مني الناس وانا اقف مكتوف الايدي ولو كسبت ميبقاش ليا حاجه. لا، بس في نفس الوقت مش معنى كده ان انا اهين الناس، ومش معنى كده ان انا هاجم الناس. فمثلا حاجه زي دلوقتي في العصر الحالي، العبوديه دي ممنوعه في العالم كله، مش هتحصل. لو حد جه هاجمني مش هيحصل انه ياخد مني عبيد. فدلوقتي الشرط بقى متحقق ان هو مش هياخد مني حاجه، فانا بالتالي ممنوع ان انا اخد منه حد خلاص. لان انا اصلا لو خدت منه حد ده هيخليه بعد كده ياخد مني ناس، وانا كده بجيب مشاكل لاهلي او بهين اهلي، فالموضوع هنا بقى حرام. فاصلا الموضوع ده خلاص ما بقاش حاصل دلوقتي، وانت مش فرض عندك انك تاخد عبيد. يعني ده هي الفكره كلها موجوده بشروط، غير بقى طبعا الكرامات بقى او مش الكرامات، التعامل الحسن اللي كان موجود للعبيد. العبد ده ما كانش بيتاخد ويتربط ويتضرب زي ما كان بيحصل زمان في العرب، او زي ما كان بيحصل في امريكا. والموضوع ما اتمنعش عندهم زي ما قلنا عشان اخلاقهم، يعني ده كان موضوع كله بيزنس بحت، موضوع رأسمالية بحت. فدي نقطة، ودي الأفكار اللي كانت في دماغي. وأتمنى أنتوا لو عندكم حاجة تضيفوها تقولوها لي في الكومنتات. الموضوع شائك جدا وشيق جدا وحلو الكلام فيه، وأنا بنصحكم بشدة إنكم تقروا في باب العبيد في الإسلام، لأن الموضوع ده حلو جدا ويفتح لكم نقط كتيرة جدا. أنت كان عندك مثلا إن الأمة مش مشروط عليها الحجاب زي الحرة.
يعني فليه الحاجة زي كده؟ دي حاجة بقى تفتح دماغك في نقط في قوانين الحجاب أصلا، إن ليه الحجاب مفروض، وليه قواعد الحجاب بالشكل ده. وحاجات كتيرة بقى زي إن مثلا إن كنا بنسمع إن السيد ممكن يقيم علاقة مع الأمة بتاعته وممكن يخلف منها، لكن السيدة مينفعش تقيم علاقة مع العبد. فبرضه ده ليه؟ يعني حاول تفكر في الموضوع، حاول تقرا فيه، مش حتة المهاجم على الإسلام، ما تهاجمش، انت افهم تفسير الرب، لأن كده كده الإسلام ده نازل من عند ربنا فما فيش فيه أخطاء. فافهم بس الموضوع، حاول تفكر فيه وتستفهم فيه، هتلاقي إن ليه تفسيرات كتيرة جدا وليه قواعد كتيرة جدا ويفتح دماغك لفلسفة حلوة جدا. والموضوع كده كده يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عارف ان الموضوع كده كده مش هيبقى موجود قدام، لكن لازم قاعدة زي دي تبقى موجودة، ما ينفعش ابقى انا ضعيف. بس فاتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ومستني ردودكم عن الحلقة ان شاء الله. شكرا.